اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا كده نعمل شوية كده بامية باللحمة الموزة كده في الصينية في الفرن، حاجة كده بصوا خطيرة. آه اللحمة الموزة بتبقى حلوة قوي قوي مع البامية، وخصوصا بقى اللي هي دقيقة البامية وكده. تمام. بصوا، عايزة اقول لكم ان هي كانت بصوا خطيرة، مفحفحة ريحتها بصوا جايبة اخر الشارع. اول حاجة طبعا احنا بنعملها حلة كده، معاها بقى شوية سمنة، شوية زيت، اي مادة دهنية عندك. ونجيب بصلة كده متقطعة حتت صغيرة. تمام. ونقلب البصل لحد ما تدبل شوية. اول البصلة ما بتدبل كده بنضيف عليها اللحمة الموزة بتاعتنا. تمام. دي قطعية اللحمة بتاعتي، عايزة تصغريها عايزة تحطها كبيرة، بس انا فضلتها كده ما انا بقت. تمام. ما صغرتهاش او ولا اي حاجه، ممكن انت بقى زي ما انت حابه، عايزاها حتت صغيره مثلا، عايزاها زي ما هي كده. تمام. عايزه اقول لك فص الثوم مع تقليبه اللحمه بالبصل كده بصوا، بيعمل ميكس خطير مع قرن الفلفل السبايسي اللي انتوا شايفينه ده. عايزه اقول لكم ان الريحه كانت جباره جباره يا جماعه. الثوم مع البصل مع اللحمه بصوا ميكس جبار. تمام. بعد كده بنشوحوهم مع بعض. تمام زي ما انتم شايفين كده. اول ما نبتدي نشم ريحه التلاتة مع بعض بننزل بعصير الطماطم بتاعنا. ممكن تضيفي طماطم مع صلصه. لو الطماطم بتاعتك فاتحه زي ما انتم شايفين كده بصوا، هي الطماطم كان لونها فاتح شويه، بس انا مضفتش الصلصه دلوقتي، سبتها لما غلت شويه. وبعد كده بقى نزلنا بالبهارات بتاعنا، فلفل اسود، ملح، آه شويه من بهارات اللحمه زي ما انتم شايفين كده، او السبع بهارات الموجود عندك. وسيبيهم بقى لحد ورق اللوري. هنسووا اللحمه 3/4 سوا، لان احنا طبعا عارفين ان الباميه ما بتاخدش سوا كتير، فعشان ما تتهريش مننا طبعا اللحمه بتاخد سوا، فاكيد هنسوي اللحمه 3/4 سوا زي ما انتم شايفين كده. واول ما نبتدي نحس ان اللحمه بتاعتنا خلاص دخلت في السوا، يعني قبل ما تخش في السوا بشويه، هنبتدي بقى نضيف الباميه بتاعتنا. انا هنا الباميه مفرزاها وكنت شايلاها في الفريزر. بصوا انا هنا كنت بزود ميه شوربه يعني وكده، عشان اللحمه تستوي وتاخد السوا بتاعها قبل ما اضيف الباميه. ال- الباميه بتاعتي انا مفرزاها، كنت سايباها في الفريزر وكده. ما كانتش باميه فريش او كده، بس يعني مش مغيبه في الفريزر كده. بصوا خلاص كده اللحمه بصوا استوت يعني 3/4 سوا. هنبتدي بقى ننزل بالباميه بتاعتنا زي ما انتم شايفين. انا فص توم برضو مهروس كده. ونبتدي بقى ننزل بالباميه، نقلبها كده تقليبتين مع بعض. وزي ما انتم شايفين الباميه طبعا اول ما بتنزل كده بتنزل ميه طبعا عشان كانت في الفريزر وكده. مع الصوص بتاع الطماطم بنسيبها لحد ما تشرب كل ده، وبعدين نضيف لها الميه، وبعدين بقى تستوي بقى ندخلها بص الفرن. ايدك كده من بتاع تاخد المنتجر تاخد في ايدك لون دي. كده زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم ان كانت جباره خطيره يا جماعه. انا بعشق الباميه جدا ولما بعملها بحب اكلها على يومين، لانها بتبقى تاني يوم احلى كمان من اول يوم.